السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنحضر مع بعض النهاردة بإذن الله كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة بإذن الله في البيت. يعني كده وصفة بتاخدوها مني ان شاء الله من الاخر وتدعولي دعوة حلوة من قلبكم. هننفذها مع بعض النهاردة بكل حركاتها وتكاتها، ان شاء الله هيعجبكم الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك وكومنت حلو منك، ولو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. يلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا على طول. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنبدأ نحضر فيها بصلاية كبيرة حلوة كده، وكمان هنستخدم الفلفل الأحمر. والفلفل الأحمر يا جماعة بيدي لون حلو جدا للفراخ وكمان طعم مميز جدا. مفيش عندك تقدر تستخدمي أي نوع فلفل متوفر موجود عندك. تمام كده، هنغطي بقى الكبة بتاعتنا ونبدأ نفرم المكونات بتاعتنا دي فرمة ناعمة جدا. اهم حاجه يا جماعه تكون ناعمه جدا جدا علشان ما تضايقنيش وانا باكل، وكمان علشان لسه هنصفيها واحنا بنصفيها ما تضايقناش. يعني لازم تفرميها بقى فرمه حلوه كده، تكون كل المكونات متجانسه كده مع بعضها وتكون ناعمه جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو. مجرد دقيقتين 3 لغايه ما القوام معايا يبقى ناعم جدا. تقدري تستخدمي الخلاط عادي، تقدري تستخدمي الهاند بلندر، مفيش مشكله. هنبدا بقى نصفي المكونات بتاعتنا دي بمصفى ناعمه علشان تنزل كل السوائل ويتفضل معايا البصل والفلفل اللي احنا صفيناه، بس هو ده اللي هنستخدمه في الكفتة بتاعتنا. طيب والسائل ده هنعمل فيه ايه؟ لا مش هنرميه خالص، هنستخدمه برضو. بالعكس ده بيدي طراوة للكفتة بتاعتنا وغناوة كده في الطعم. هتشوفوه معايا دلوقتي هنستخدمه ازاي. هنصفي بس كويس كده زي ما حضراتكم شايفين، زي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. بجد تحفة جدا، واللون بيبقى في النهاية طعمه حلو واللون حلو جدا جدا. كده خلاص الخليط جاهز معايا وكمان السائل موجود جاهز معايا اهو. هنسيبه كده بقى على جنب وهنبدأ نحضر بقية المكونات بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين كده اللون تحفة بجد. هنبدأ بقى نجهز الفراخ بتاعتنا. هنستخدم برضو في نفس الكبة، هنستخدم حسب بقى انت عايزة وحسب عدد أسرتك. انا مستخدمة كيلو من صدور الفراخ. هفرمها كده فرمة ناعمة. تقدري تستخدمي نص فراخ مثلا وكمان معاهم ورك عادي مفيش مشكلة. خلاص هفرمها كده فرمة حلوة زي ما حضراتكم شايفين. مش هوصل معاها للنهاية، يعني مش هخليها فرمة ناعمة قوي. وهبدأ ان انا اضيف كوباية من البقدونس طبعا غسلاها ومقطعاها، وهبدأ ان انا افرمها مع الفراخ علشان تكون ناعمة جدا. تمام كده، هنزلها بقى في بولة كبيرة الفراخ والبقدونس معانا زي ما حضراتكم شايفينها ناعمة وكتلة واحدة. وهبدأ انزل معاهم بالبصل والفلفل اللي احنا فرمناه في الكبة. وهنجهز بقى التوابل بتاعتنا، عبارة عن معلقة صغيرة من 7 بهارات، وكمان معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من البابريكا. والبابريكا اللي انا مستخدماها بابريكا مدخنة طعمها حلو جدا. كمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الملح. والملح هنا حسب الرغبة، حابة تقللي حابة تزودي ده يرجعلك انتي. كمان هنستخدم ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل، والجنزبيل هنا بيضيعلك اي نوع زفارة في الفراخ، بس طبعا انتي غسلها كويس جدا خلاص. ومعلقة صغيرة من البودر، وده فايدته انه بيخليها مش مكتومة. وكمان معلقة كبيرة كده من بهارات الكفتة الجاهزة بتاعت اللحمة. حابة ان انت تستغني عنها وتستبدليها ببهارات فراخ، ده يرجعلك انتي. كل ده بقى هنخلطه مع بعض كده بايدينا بحيث يكون القوام كله ناعم والمواد كلها تجانست مع بعضها. في النهاية هيكون شكلها ناعم جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنقلب بقى تقليبة حلوة علشان التقليبة دي هي اللي هتنفعني في الطعم بعد كده وهتخليها متماسكة. طيب لو حصل ان انتي فرمتي الفراخ فرمة ناعمة قوي قوي، تقدري تضيفي بقى معلقتين دقيق علشان تخليها متماسكة معاكي. خلاص كده هي جاهزة معايا. احطها بقى في التلاجة واغطيها واحطها نص ساعة بس، وابدأ ان انا اجهز بقية وصفتي. هنا السائل بتاعنا اللي احنا طلعناه من البصل والفلفل، هحط فيه معلقة صغيرة من البابريكا وربع معلقة صغيرة من الملح وحاجة بسيطة جدا من الفلفل الاسود. كده انا بنكهه بس ومش اكتر. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها وهي خلاص كده جاهزة معايا على الاستخدام على طول.
تمام كده. خلاص هسيبها برضو على جنب لوقت استخدامها، وهبدأ ان انا اجهز بقية وصفتي. هنجيب العود اللي هو بتاع الشيش طاووق، هنجهز كده حبة حلوين وهكون حطاهم في بولة فيها مية وملح علشان طبعا ما تسمرش مني او ما تسودش مني اثناء التسوية. هجيب كده القطعة بايدي بعد ما بلها من السائل، قطعة كده من الكفتة، وابدأ ان انا احطها على العود اللي هو الشيش طاووق، وابدأ ان انا اقسمها كده بصوابعي. التقسيمة دي بتخليها مش مكتومة خالص وبتسويها اسرع وبتخلي طعمها حلو جدا. كل ما احس ان الكفتة في ايدي ناشفة ببل ايدي من السائل بتاعنا، وابدأ ان انا اجهز كده القطعة بتاعة الكفتة بتاعتي واحطها على طول على العود الخشبي. بحط 2 عود من الخشب علشان تستحمل وتمسك كويس جدا الكفتة بتاعتنا. بصوا بقى، هصبعها كده زي الكفتة العادية بالظبط، هتلاقيها متجانسة معاكي خالص وناعمة، وبصوا تحفة بجد. ببل ايدي كده واحطها على الكفتة على طول، وبكون مجهزة صينية جنبي كل ما اعمل حاجة احطها عليها لغاية وقت التسوية بقى. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي، والضروري جدا تقفلي من فوق ومن تحت الفتحة بتاعتك علشان تخليها اسرع في التسوية وما تخليهاش مكتومة خالص. تمام كده. هنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، خلاص هي جاهزة معايا. هندهنها بقى بالسائل كده كل شوية. السائل ده يا جماعة مش ترميه خالص، لو اخر نقطة فيه ما ترموش، حطيها على الكفتة، بيدي طعم حلو جدا وبيديلها طراوة وبيخليها كده طرية وتحفة بجد. كده هي جاهزة معايا. تقدري بقى ان انت تحطيها في الفرن بنفس الصينية كده، بس طبعا تكوني دهنها دهنة زيت او سمنة، وتحطيها في الفرن. مفيش، هنسويها مع بعض على البوتاجاز دلوقتي زي ما حضراتكم هتشوفوا. بصوا بقى، ده السائل معانا اهو بقيته. طبعا كل شويه كده بالفرشه وبدهن وش الكفته بتاعتنا لغايه بقى ما نيجي نقلبها. حتى لو هي في الفرن هنقلبها، وكمان ندهنها دهنه بالفرشه بسيطه كده، يعني كل السائل اللي نزل هنستخدمه. تمام كده زي الفل اهو. تقدري زي ما قلت لحضرتك ان انت يعني تسويها في الفرن زي ما هي كده، او ان انت تسخنيها او تسويها على الجريل عادي او في الطاسه عادي. هنجيب بقى الجريل بتاعنا وهنضيف فيه معلقتين كبار من الزيت، وهنبدا ان احنا ننزل الكفته لما الزيت يكون ساخن، يعني الطاسه عندي تكون ساخنه وكمان الزيت يكون ساخن. هبدا انزل بقى كده بالكفته بتاعتنا، وهقلبها بقى من جميع الاتجاهات لغاية الاتجاه اللي انا حطاه ياخد لون. ابدأ ان انا اقلب على الاتجاه الاخر لغاية ما كل الجوانب بتاعتي تتماسك. هبدأ بقى ان انا اغطي عليها، لان طبعا الجريل هنا جزئين، فهغطي عليها اسيبها ان انا اسويها. حبيتي تحطي ربع كوباية مية كده علشان ما تتحرقش منك، عادي جدا مفيش مشكلة. كل شوية زي ما حضراتكم شايفينها بسقيها بالسائل بتاعنا. بصوا بقى، تحفة بجد، متماسكة معاكي لاخر واحدة. هنحضرها بقى كده او هنقدمها مع رز او كمان مع مكرونة حسب بقى ما انتي حابة. تقدري تستخدميها كمان في الكريبات. بصوا بجد وصفة تحفة وطعمها حلو جدا، وسهل ان انتي تسحبيها من العيدان بتاعتها. بصوا مش مكتومة خالص، مفرغة من جوه. طعمها حلو جدا وتحفة، وان شاء الله تعجبكم وتنفذوها باذن الله. بصوا طرية جدا جدا، وطعمها في النهاية خطير، ولونها كمان روعة بجد. أتمنى الفيديو يعجبكم، أتمنى كل فيديوهاتي تكون عند حسن ظنكم. شكرا لدعمكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله.